انا عصري عبد الناصر، جمال عبد الناصر. انا يعني ده كان الايكون بتاعنا يعني كشخص. انا بتكلم على فتره حكم، هي مساله فتره مرت بيها مصر. طبعا هو احنا اتربينا عليه يعني في المدارس وفي الجامعه وكل ده كنا بنطلع على عبد الناصر. الاراضي الزراعيه كلها اتاخدت يعني. ابويا كان بياخد 60 جنيه في الشهر عشان يعيش بيهم هو واولاده، زوجته واولاده. لا انا الحقيقه يعني عبد الناصر لغايه 67 انا حصل شرخ. حرب اليمن دي اللي مات فيها الافات يعني، وحرب 67 دي الهزيمه القاتله اللي مرينا فيها دي دمرت الانسان المصري من جوه. دمرت لما شفت بلدي انهارت بالشكل ده، ولما تشوف اجتماعات مجلس الامن في الامم المتحده ومصر بتقبل وقف اطلاق النار بدون اي شروط، ما تنهارش. انما في اخطاء ما فيش شك انها حصلت، ويمكن في حاجات افادت المجتمع انا مش شايفها، يمكن انا مش شايفها. حصل الشرخ بقى من بعديها خلاص. وبعدين مش انا لوحدي، ده احنا جيل بقى. ان انا عشت يعني ان احنا اقوى قوه ضاربه في الشرق الاوسط. ف يعني احنا اللي هنعدي، احنا اللي هنعمل، احنا دلوقتي في الكونتيلا، احنا ما اعرفش فين، واجري على الخرايط ودور فين الكونتيلا دي وفين شرم الشيخ وفين. مره فجالي جواب من استاذ في السعوديه، استاذ مصري بيشتغل في السعوديه، بيقول لي انت خسرتني وخسرت ناس كتيره جدا بالكلام اللي انت قلته. قلت له بس انا كسبت نفسي. انا رديت عليه قلت له انا كسبت نفسي، لان انا مش كذاب. لو حضرتك موجود في السعوديه بسبب اللي حصل لمصر، فانت بتشتغل في السعوديه، والا كان زمانك في الجامعه في مصر. تاني حاجه انا كسبت نفسي، خسرتك انت بس انا كسبت نفسي. انا ما كذبتش على نفسي، ما كذبتش على الناس.